مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين رول كيك الجميلة دي رول كيك او سويس رول الجراف باترن او نموذج الظروف. السويس رول يا جماعة زي ما بيتعمل بحشوات كتيرة مختلفة من جوه، كمان بتتعمل بأشكال كتيرة وجذابة قوي من بره. اخترت منها النهاردة جو الانيمالز، فاخترت الجراف باترن نظرا لعشق بنوت ليها. هي استمتعت بشكلها قبل ما تدوقها وانا استمتعت جدا بطعمها. كتير كانت جميلة وخفيفة قوي في الاكل، انا حسيت ان انا ممكن اكلها كلها لوحدي، فحبيت اشارككم الفيديو. اتمنى الفيديو يعجبكم، يلا بينا نبدأ. هجيب 4 بيضات متوسطة الحجم، هفصل الصفار عن البياض، هحتاجهم الاتنين. بس ضروري جدا نكون مطلعين البيض من التلاجة قبلها بفترة طويلة بحيث تكون في درجة حرارة الغرفة. هجيب صفار البيض واحط عليه 10 جرام سكر بودر واخفق كويس. كمان هحط 50 ملي لبن، ما يعادل 4 معالق كبيرة تقريبا، و50 ملي زيت نباتي برضو 4 معالق كبيرة. استمر في الخفق من دقيقتين لتلاتة، وبعدين هنخل 60 جرام من الدقيق، حوالي كوباية الا ربع. الدقيق ده ممكن يكون دقيق فاخر او مكتوب عليه مخصص للكيك. هنقلب كويس لحد ما اتاكد ان مفيش اي كتل مترسبه خلاص، وبعدين هاخد جزء على جنب كده من المرنج ده عشان اعمل بيه خطوط الزرافه. هنجيب بعد كده 20 جرام من الكاكاو الخام، وبحاول ادوبها باني بحط عليها 35 جرام من المياه الدافيه، وبقلب كويس اتاكد ان مفيش اي ترسبات او تكتلات موجوده، وبتتشكل معايا زي المعجون السائل كده. وارجع احط معجون الكاكاو ده على مرنج صفار البيض ونقلب كويس. الخليط يا جماعه لازم يكون مخاطي شويه، لو سائل قوي ولو متماسك قوي يكون بالشكل ده. نرجع بقى نجيب بياض البيض ونحط عليه عصير ربع ليمونه، ممكن نستبدلها بنص معلقه صغيره خل، ونضرب بالمضرب على سرعه متوسطه لمده 20 ثانيه. هحط 70 جرام سكر بودر على مراحل، انا حطيته على 3 مراحل. نبدأ نزود السرعة لحد ما يكون لي القوام المتماسك ده ويعمل لي المنقار اللي انتوا شايفينه في المضرب ده. هنجيب جزء مرنج الصفور اللي احنا ركناه من شويه عشان نعمل بيه خطوط الزرافه، ونحط عليه معلقه كبيره من الكريمه بتاعه بياض البيض ونمزجهم مع بعض، وبعدين نحطهم في كيس الكريمه علشان نشكل النموذج اللي احنا عايزينه. هنرسم بقى خطوط الزرافه بطريقه عشوائيه بقى، بطريقه منظمه، باي طريقه تحبوها، المهم تاخد شكل خطوط الزرافه. واحطها في صينيه الكيك بتاعتي كانت 25 في 25. هدخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 150 لمدة 3 دقايق بالظبط، وهطلعها على طول. بعد كده ناخد خليط الكاكاو اللي حطينا عليه صفور البيض من شوية، ونحط عليها تلت مرنج بياض البيض او الكريمة بتاعت البيض ده، ونقلبها من فوق لتحت علشان نفك القوام المتماسك ده. بعد ما فكينا القوام ده وبقى سهل في التقليب معانا، هنخلط بقى مع باقي مرنج الكريمة المتبقية كلها، ونبدأ نقلب من فوق لتحت وبالراحة جدا، ونصبها مباشرة في صينية الكيك بتاعتنا اللي هندخلها في الفرن. انا كنت طلعت الصينية خلاص من الفرن. بعد كده هنبدأ نصب الخليط كله على النموذج اللي انا كنت رسمته قبل كده، وبعدين خبطتين 3 كده علشان نطلع الهواء، بس واضح ان الخبطة بتاعتي كانت خفيفة شوية، المرة الجاية هجمد عليها. هدخلها بعد كده في الفرن على درجة حرارة 150 لمدة 25 دقيقة. هبدأ اطلعها من الفرن واشيل ورقة الزبدة من عليها، واستبدلها بورقة تانية جديدة، واسيبها لمدة 10 دقايق تبرد عشان توصل لدرجة حرارة الغرفة. في الوقت ده انا هكون خلاص بحضر الكريمة او الحشوة الداخلية، وهي عبارة عن 200 ملي من كريمة الخفق عليها 10 جرام سكر بودر. وهبدأ اضرب بالمضرب على سرعة عالية الى ان نحصل على قوام طبقة سميكة. جبت الكيك خلاص، هبدأ اقلبها. اللي فوق هجيبه تحت بحيث تكون خطوط الزرافة دي لتحت، عشان دي الخطوط اللي انا عايزاها الواجهة بتاعتي في الشكل النهائي في الاخر. هنشيل ورقة الزبدة من تحت وابدأ اساوي الاطراف بتاعتها بالسكينة علشان الشكل العام للفة في الاخر يكون مظبوط. بسويها من الاجناب، من الطرف ده والطرف اللي قصادها، وبعدين هحط الكريمة واوزعها.
هلف الكيك بشويش خالص، مش بحاول ان انا اضغط عليها ولا اي حاجة، وبعدين هحطها في التلاجة لمدة ساعة او اكتر شوية لحد ما الكريمة تجمد شوية. نخرجها بقى نستمتع بقى بطعم خفة حلاوة شقاوة حقيقي مفيش بعد كده. انا شخصيا بحس ان انا عايزة اكلها كلها لوحدي، محدش يشاركني فيها. جربوها وبالهنا والشفا على قلوبكم. باي باي.